من دون الله لا يمكن أن يكون معك شيء. الله يقول استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. السماء هذه تتغير باستغفارك، الكون هذا يتبدل باستغفارك أنت. قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. حتى الاستغفار يقربك من الله ومن إجابة دعوتك. الله يقول ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. ولذلك تأمل سبحان الله العظيم، كلما كان الإنسان مقبلا على الله بصدق وإخبات وفقر وذل، كلما طار قلبه إلى ربه وأصبح يؤمن إيمان كامل أنه لا يمكن أن يكون شيء من دون الله. تخيل يدخل النبي في الصحيحين على فاطمة بنته وفلذة كبده وقطعة من فؤاده، وإذا بأشغال البيت قد أعيتها وأتعبتها تعبا شديدا، فقالت يا رسول الله نريد خادم. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما هو خير لكم من خادم. خادم شو الخير لنا من خادم؟ إذن هذا الشيء سيعوضون عن الخادم. إذن هذا الشيء سيكسبنا قوة. أبوش يعني ممكن تجيبنا إيش؟ المهمة بسيطة. الخادم هذا بيأخذ منك قروش ويجلس في بيتك وسيكون تحت كنفك ورعايتك وتدفع له أجرة مقابل عمله لك، وربما أحيانا يؤذيك شيئا من تعب ونصب معه ودراية له ويعني شيء من السياسة معه. قال ألا أدلكم على ما هو خير لكم من خادم. بس سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله أكبر 34 فإنها خير لك من خادم. قال علي والله ما تركتها منذ سمعتها من رسول الله. قيل له ولا ليلة صفين؟ هي من أشق الليالي على علي رضي الله عنه. قال والله ولا ليلة صفين، حتى ليلة صفين مع ما فيها من العناء والله ما تركتها.